في مشاويرهم، حتى قبل لا ينام أصلا يسمع أغنية. والله مؤلم. فشنو السبب تتوقع؟ شنو الحلول أصلا يعني؟ مو السبب. السبب الأول هو الابتعاد عن القرآن. تذكر أبو خالد أنا شنو قلت لك؟ الروح تحتاج إلى الامتلاء. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم يقول: لما خلق الله عز وجل آدم صوره فجعله في الجنة أو فتركه في الجنة ما شاء أن يتركه. أبو خالد أبيك شوي تركز معاي في هذا الحديث واللي قاعد يشوفوننا الحين. الله عز وجل أول ما خلق آدم خلقه من طين، ثم أضاف إلى هذا يعني أول شيء خلقه من تراب، ثم أضاف إلى هذا التراب ماء. التراب مع ماء ايش يصير؟ طين. فصوره يعني شكله الله جل جلاله، فتركه في الجنة ما شاء أن يتركه حتى صار صلصالا. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فكان آدم عليه السلام موجود في الجنة وهو فخار. إبليس في الحديث فجعل إبليس يطيف به، بهذا اللفظ يطيف به، مو يطوف، يطيف به، ينظر إليه ما هو. فلما رآه أجوف قال ظفرت به. وفي رواية فعرف أنه أو فعلم أنه خلق لا يتمالك. شو المشكلة أن أنت أجوف؟ المشكلة الكبيرة أنك أنت أجوف، أنك تحتاج إلى امتلاء. إبليس عرف هذا المعنى، أن أنت تحتاج إلى امتلاء. معدتك تملأها بالطعام والشراب. الروح تحتاج إلى امتلاء. إذا ما ملأتها بالوحي، بالقرآن، بالذكر، راح ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل شعار المسلم التغني بالقرآن؟ لأن التغني بالقرآن حاجة فطرية. إذا أنت ما ملأت هذه الروح بالتغني بالقرآن راح تملأها بتغني محرم وهو الغناء. فأنت تسمع الأغاني تئر روحك ألما لأنك أنت قاعد توكلها اسم. يسمع الحبيب هذا قبل لا ينام أو الأخت قبل لا تنام تسمع له غنية ويعيشون المشاعر. ترى يشعر بالامتلاء، لأن هو طعام للروح بس طعام فاسد، فهو يشعر بالامتلاء، يشعر بالنشوة. الله والله خوش غنية كلمات. أعرف واحد قسما بالله يعني المسجد إنه يقول لي أطق طريق الوفرة شي رايح راد وأنا أسمع أغنية واحدة وأبكي خشوع والله. لا إله إيه هم يشعرون باللذة والنشوة وكذا. وابن القيم ذكر هذا الأمر، سكرة الغناء والنشوة مالتهم خطر. ليش؟ لأن هو ما ملأ هذه الروح بالقرآن. ترى هذه الروح الجوعة لو أنت ملأتها بالتغني بالقرآن وسمعت من يعني تسكن له روحك، تسمع منه القرآن غضا طريا مفسرا، تشبع روحك، تصير ثقيلة، مطمئن، أنت خلاص فيك سكينة. فلذلك أنت شيلك هذا الحبيب أو الأخت تقول لك أنا فيني اكتئاب، فيني قلق، فيني ما أدري إيه. مو أنت ملأت روحك بالطعام الفاسد هذا وبالسم، فتئر روحك ألما على شكل قلق، على شكل اكتئاب، على شكل ضيقة خلق، على كذا كذا. وقف حبيب قلبي،